السلام عليكم. ايه الفرق بين دهان مذهل العادي ودهان مذهل حياة او فينوماستيك العادي وفينوماستيك حياة؟ ده اللي احنا شايفينه ده فينوماستيك حياة زي ما حضراتكم شايفين. هنلاقي مكتوب اعلى درجات تحمل غسيل، لمسات حرارية فاخرة، تحسين جودة الهواء الداخلي وبنور رائحة. الكلام ده فعلا حقيقي. المنتج ده اللمعة بتاعته بتختلف عن لمعة مذهل العادي. اللمعة هنا اقل مش اكتر، لمعة هنا 11%، وده يعتبر يا جماعة اعلى منتج عند شركة المهندس يوتي. طيب لمعة المذهل العادي 25%، يعني ربع لمع، ده 11%. طيب حد يقول لي ما كده يا استاذ احمد، طول ما اللمعة قلت طول ما قابلية الغسيل هتقل، دي معروفة يعني حياة الف بالصنعة. اقول لك لا، هنا الوضع يختلف. هنا اللمعة 11% ماشي، واعطيك التركيبة الصعبة، اعطيك لمعة قليلة واعطيك في نفس الوقت قابلية كبيرة جدا للغسيل زي البلاستيكات النص لامع واللامع واكتر. البلاستيك ده تقدر تمشي عليه فوطه وتغسله، وتقدر تمشي عليه ميه وتغسله، مفيش عندك اي مشاكل. ده الشكل النهائي بتاع البلاستيك، المظهر النهائي يعني يعتبر مط، مفيش اي لمعه. 11% دي لمعه لا تكاد تذكر. هنا طبعا البانوهات الجميله. هنا يا جماعه يعني جدير بذكر ان انا واحنا بنغسل الشقه هنا احنا بنرش على الحيطان ميه، ما بيسيبش اي علامات بعد ما ترش الميه، ما بيسيبش اي مشكله، يعني كانك بتغسل في دهان زيتي بالظبط. زي ما حضراتكم شايفين طبعا مظهر راقي جدا مع قابلية غسيل ممتازة. هنا الريسبشن، هنا بديل خشب وبديل رخام لسه ما جوش، فهنعملهم ان شاء الله، ننزل لكم الفيديو بتاعهم. والباب اللي شفناه في الاول باب الشقة، الفيديو بتاعه موجود على القناة وعلى الصفحة. هندخل هنا الغرفة دي ما فيهاش جبسون بورد، ده فيها كورنيش كده ابيض سادة، رغم انه جميل. شايفين رغم ان الاضاءة ضاربة في الحيطة لكن تكاد لا يعني لا تظهر لمعة كده، حياة كده راقية، حياة يعني مذهل فعلا، يعني اسم على مسمى. الغرف هنا كلها، الباب ده يا جماعة اللي انا بكلمكم عليه باب الشقة ده اللي ظهر معانا في الكادر ده موجود، الطريقة بتاعته بالكامل عملنا له فيديو سابق. يعني هنا برضو زي ما حضراتكم شايفين كل الغرف نفس اللون. اللون ده فانيلا لاتيه نص صبغة، فانيلا لاتيه نص صبغة، من اكتر الالوان المطلوبة المنتشرة هو لون البريز زي ما احنا عارفين، مع الابواب الابيض مع السقف الابيض. حياة بسم الله ما شاء الله. ربنا يبارك لصاحب الشقة ويجعلها منزل مبارك عليه ان شاء الله. طبعا الخشب الداخلي كله ابيض، كله ابيض تمام. هنا بقى الخشب الخارجي اللي هو الشيش بتاع البلكونات عاملينه لون دوكو فيراني. الخشب الخارجي عاملينه دوكو فيراني علشان عوامل الجو كده، فالدوكو بيستحمل يعني. وانا البواطات زي ما حضراتكم شايفين دهننا الداخل ابيض، فكله بيكفي الابيض مع بعضه ما عدا الخارجي بس هو اللي عاملينه فيراني. اتمنى الشغل يكون عجبكم، وما تنسوش تعملنا لايك واستنونا فيديوهات قادمه ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.